السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين من داخل مصر وخارجها؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب. النهارده بنعتذر لحلمية. اقول لكم بنعتذر لحلمية ليه، وبنعتذر للاستاذ الاعلامي السيد فهمي ليه. امبارح يا حبايبي قلت ايه، انا ولادي طبعا اول مرة اخش، بس ولادي كان مرة واحدة كانت عاملالي وبنتي كانت موجودة. دلوقتي مش ولادي مش موجودين في القاهرة مع اختهم. قلت اما اطلع اتاسف لاستاذ سيد واعمل ايه منصه، واللي عايز يقول رايه رايه والكلام ده. لقيت اتابه طلع ما عنديش ولا منصه ولا عندي حاجه خالص، ما عنديش منصات حد يقول رايه، بس ان شاء الله ايه هعمل. جيت اتاسفت للاستاذ سيد وقعدت بقى احاول اتابع انا يعني البث يقفل شويه ويجي شويه، يعمل يقطع شويه ويجي شويه. جايه بقى اتاسفت للاستاذ سيد وقلت اللي انا عايزه اقوله. لقيت يا حبايبي جاي اعمل الفيديو حفظ، كنسلته خالص وحذفته. قلت النهارده اطلع بفيديو واقول لكم ايه اللي حصل، واقول لكم بنعتذر لاستاذ سيد ليه. عايزه اقول بس كلمه للاخت سماح اللي كانت معايا على البث امبارح. اقول لها يا حبيبتي ما تشيليش ذنب، انت شخصيا شفت هو اداله ولا ما ادوهوش فلوس؟ انت شفت حاجه؟ هم ادوله ولا ما ادوش فلوس؟ انت ما شفتيش حاجه. ما تاخديش ذنب اللي انت مثلا تعملي على واحد بريء مظلوم، ما تشيليش ذنبه. انت ما تعرفيش حاجه، اللي هو اداله ده اداله ولا التاني ما ادالوش ولا اتدفع عن حد، ما شفتيش حاجه اصلا. مش تشيلي ذنب حد مظلوم ولا حد بريء، ده اللي انا عايزه اقوله. دلوقتي يا حبايبي احنا صدقنا كلام ناس محترمين على قنوات واحنا بنحبهم وبنصدقهم. رحنا ايه من قبل ما استاذ سيد يطلع ويدافع عن نفسه، لقينا احنا بصراحة كلنا هاجمناه، كلنا من قبل ما نعرف الحقيقة. ولقينا كلنا يا عيني قمنا على الراجل ده، كلنا كل القنوات حتى بالأمارة. معلش كلنا اللي حصل اللي هو انا ما بخافش، انا ما بخافش. ترند فاضي ده يا جماعة والله العظيم ده قلب القنوات كلها. يعني يمكن هو اللي خلى القنوات ده تقلب خالص. ده يتيمة وده معرفش ايه وده خد فلوسها وده ايه وده ايه، وطلعنا نتكلم كلنا من غير ما هو استاذ سيد يدافع عن نفسه. لاننا بنحترم اللي هم الناس المحترمين اللي هم قالوا لنا، اللي هم راحوا انخدعوا بهم، والتانيين قعدوا يعيطوا لها انت ماما انت بابا انت انور وجدي، وهم صدقوهم. اللي قالوهم ده هم خدوا فلوسنا دول، وهم صدقوهم وانخدعوا فيهم. لكن لقينا استاذ سيد طلع ودافع عن نفسه وطلع لنا بالادله، وطلع كمان اللي هو اداها حقها وزياده، حقها وزياده. دي تبع الادسنس يا جماعه، دي تبع الادسنس، ولا اللي مش عارفين قناه دي تبع الادسنس. يعني انا اعرف الشهر اللي فات، وحتى ترند فاضي قال الكلام ده، عارفين اللي هي الارباح كانت موقفه من على الكل. انا سمعت بس انا ما فيش ارباح يعني الحمد لله انا سمعت. وقناه زمن الطيبين ام عبود هي اتسرقت كمان؟ ما تسالوها هي اتسرقت ولا ايه كمان؟ اما هي كمان كانت بتشتكي الشهر اللي فات الا الارباح متوقفه، والدنيا كلها الارباح متوقفه، وطلع ترند فاضي قال الارباح متوقفه عشان ايه؟ انا بقول لكم، لكن انا ما بقول لكم انا ما فيش ارباح عشان كده ايه ما اعرفش، بس كانت متوقفه الشهر اللي فات. يمكن عشان الموضوع ده كله ظلم استاذ سيد، ما يعرفوش الحقيقه ايه. جت واحده اللي هي بقى بتقول جوزها ميت دي، اللي لسه هنعمل عليها بس ان شاء الله او فيديو ان شاء الله، اللي هي دي واقول لكم بقى الحصريات كلها. جت بتقول ايه ده واخد مني 25,000. طب قال له لا، راح المحل وقال لها طب فين الدليل؟ سكتت. قالت لهم ده الناس اللي بيقول هي اي حاجه ماشيه عشان الداعمين يدوكي، ولا عشان تعملوا مشاهدات على البث تتهموا واحد زر، تتبلى على واحد مظلوم. يا جماعه خافوا ربنا، خافوا ربنا. لو انتوا ما بين 100 سور 100 سور ربنا اللي شايفكم. ما تعملوش كده، ما تظلموش حد كده عشان بسبب الترندات وبسبب عايزين الدعم من الناس وتستضعفوا الناس، عايزين فلوس وخلاص.
ودي تقول ده خد وده سرق وده عمل وده وايه ده. وواحد تاني يقول ايه دي الجماعة دي، ايه ده ليه كده؟ هو خلاص يقول لك معرفش ايه يكتر سكاكينه. ايه يا جماعة؟ حرام 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 كده. الحمد لله طلع بكذا فيديو وبرأ نفسه، والراجل انزه واحد على اليوتيوب، انزه واحد. انا ظلمته وبعتذر له، وقلت له انا بعتذر لك لان ظلمتك. وما طلع الدلائل وطلع كل حاجة واثبت براءته خلاص، وبقشش على التانية كمان بزيادة. قلت خلاص وعرفنا براءته. احنا بنتأسف لك يا استاذ سيد، وانت خدت حسنات كتير كتير كتير. يا بختك عند ربنا، يا بخت كل اللي ينم وكل اللي يتكلم وكل اللي يسب وكل بتاخد حسنات. خدت حسنات كتير، ما تزعلش عند ربنا. خليهم هما على رأي واحدة امبارح بتقول لهم انتوا فلوسكوا ده حرام، حلال قصدي حلال، انت فلوسك حلال. اما يكون واحدة الناس بيدوها التعليمات تسب وتشتم وتكبس مقابل الفلوس دي، يبقى دي فلوس حلال؟ دي فلوس حلال؟ ولا هتعمل على اولادكم بايه؟ اكلوا اولادكم حلال، اكلوا اولادكم حلال، حرام كده. والله انا ما عمري يعني انا بقول كلمة الحق، كلمة الحق، ولا بخافش من اي حد، ولا بخافش من ترند، ولا بخاف من واحدة اللي هم دول الفتوة بتاعي، ولا الكلام ده، وخلاص اخدوا حماية ليا، ولا الكلام ده. ما بخافش من حد، ما بخافش غير من ربنا بس. ده اللي انا عايزة اقوله. نيجي نقول حلمية بقى. حلمية برضك يا جماعة كنت طالعة فيديو عليها، وكنت انا متعاطفة مع زاهية جدا لان جوزها تعبان ومريض، والقناة لقيتها وقعت. قلت يا جماعة كفاية اللي هو جوزها تعبان. وقلت ما يغركيش المظاهر اللي هي حلمية، اللي هي ما بتتكلمش، ده سوسة ولئيمة وما تعرفوش والكلام ده. لكن بعد اللي انا شفته امبارح والفيديوهات اللي ايه ده، ايه يا جماعة دي؟ يعني اما الاقي واحدة داهية دي اللي هي بتتكلم دي تقول لك انا ما بيهمنيش القناة. طب ما بيهمش القناة كل يوم تطلعي وتفضح اختك على سبيل المشاهدات؟ ده مشاهداتك ما بتعليش ال 100 مشاهدة و80 ألف مشاهدة على حس حلمية اللي بتقولي ده انا ما بيهمنيش القناة. قناة ايه؟ ده انت ما بيهمش القناة والناس اللي بيجوا يدعموكم. اما تمسكوا اختها يا جماعة وتقول لها تمسك عليها زلة، وتقول ده انا ماسكة عليها زلة وهعمل وانا وساكتة وساكتة عن بنتها وساكتة وساكتة. في اخت تمسك على اختها زلة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ليه؟ انت خليتي للغريب ايه اما تمسكي على اختك زلة؟ خليتي للغريب ايه؟ وبصراحة حلمية طالعة جدعة جدا، قالت احتراما للمتابعين. والله العظيم مش متكلمة. انا بصراحة شابوها عليك يا حلمية، والله استجدعتها في اي كده، وطلعت فعلا محترمة اللي هي ما بتردش على اي حد. عشان واحدة زي داهية دي هي اللي عرفتنا كل اسراركم، هي اللي عرفتنا من رمين عملت ايه. مش هقول تاني عشان حرام بقى خلاص. عملت ايه وعملت ايه وحصل ايه ومش عارفه الجو، يعني قالت لنا كل حاجه. طلعت اسرار بيت حرام عليك، انت اللي فضحت اختك منك لله. وجايه كمان عشان المشاهدات؟ ولا حسام ده يتكلم ومصطفى يتكلم وما اعرفش شيرين تتكلم، عايزه برضك تسول وقاعده برضك للتسول. وكل قالوا بيقولوا الدود مش داوود، الدود. انتوا عالة الدود مش داوود، عالة الدود. قاعدين تنهشوا ببعض وتاكلوا ببعض كده، والله العظيم قاعدين تاكلوا ببعض كده. مش عارفه على حساب الدعم. حماده كان مع زاهية عشان الدعمات، الدعمين اللي بيقول راح ما عرفش ده غير عشان حلمية، عشان الدعم اللي عشان الناس يدو. مصطفى ما عرفش يعمل ايه، ما عرفش حساب، عشان كل واحد تبع الحقيقة الكفة الرايقة. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا داهية. والله العظيم اما انت قلت ماسكه لاختك زله وهمسكها وفضايحها وعامله، انا استحقرتك. ويقولوا ده ريري هي اللي موقعه الدنيا،
ده قناه النقد ريري، ده انتوا اللي مطلعين فضايحكم اصلا، انتوا اللي بتقولوا فضايحكم على الملأ، بتخلوا كل واحد يتكلم. ده انتوا اللي على من كل فيديو فضايحكم دي احنا بنعلق عليها، بس بنعلق عليها، ما طلعناش اسراركم ولا فضايحكم، انتوا اللي بتطلعوا اسراركم وفضايحكم. حسبي الله ونعم الوكيل. سيب اختك بقى في حالها، ايه الغل ده والحقد اللي انت فيه ده؟ زي ما انت عندك داعمين هي عندها داعمين، خلاص. وزي ما ربنا رزقك هي رازقها، خلاص. ربنا عوضها خير على الشقه اللي هي شايفاه، خلاص. دي رزق من عند ربنا. والله العظيم احلى حاجه اللي حلميه بتعملها، اللي بقول لك البعيره تمشي والقافله تمشي مش عارفه القافله والبعيره ايه، يعني هي ساكته. قافله ايه تسير، باين تسير، قافله تسير والبعير قولها لي في التعليقات عشان نسيتها بصراحه. القافله ايه تسير ولا يعني ايه؟ يعني حلميه سايره واللي هم البارق قاعدين يتكلموا زي ما بيتكلموا، بقى خلوهم يتكلموا. انتوا قولوا لي في التعليقات المثل ده او اللي هو الحكمه اللي بيقولها دي، قولها لي في التعليقات. والله العظيم منه لله ما حدش بيسيب حد، حتى يعني حقد الاخوات كله قاعدين ينهشوا ببعض، وكله ده فيديوهات وده بس وده عمل وده ايه ده. والله العظيم انتوا معار على اليوتيوب، انتوا اللي سوقتوا سمعة اليوتيوب، انتوا اللي سوقتوا سمعة مصر وشوهتوا صورة مصر بفضايحكوا دي. اما تعملوا محتوى، الست حلمية بقت بتعمل محتوى ملهاش دعوة بأي كلام، اعملوا زيها. مش ده ما صدق يطلع كلمة ده بس وده بس وده بس، قولوا لك قنوات النقد هي اللي بتفضحنا، انتوا اللي فاتحين نفسكم. حسبي الله ونعم الوكيل، اتقوا ربنا شوية. وعايزه اقول لك بنعتذر لك والله يا حلميه، يا سفيره الريف المصري، والله طلعت شابوه عليك، محترمه محترمه انت وبنتك. ربنا يجازيكم كل خير ويسعدكم. اللي انتوا محترمه ما بترديش، خليها تتكلم بقى على حساب المشاهدات، وخلي بقى الفلوس الحلال، المال الحلال اهو. المال الحلال اهو ينفع. ماشي يا حبايبي، وما تنسوش بقى اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.